رانا نعم سيدي نبداو باول برويطه، واخا البرويطه فيابل وكوستو عليها. هذا الطوموبيل واللي هي السيكات، وهاد المشاكل اللي غنهضر لكم عليهم غيكونوا في البريمير جينيراسيون اللي بدات خدمتها في 2004 والتروستيلات في 2008 باش تشد التقاعد ديالها في 2010. هاد البريمير جينيراسيون خوتي ما كفاهاش العذاب وتمارا اللي خلقاتهم الملاك ديالها، بل دوزات الامراض اللي فيها لختها الدوزيام جينيراسيون واللي بدات التراباخو في 2010 وشدات المغادره الطوعيه في 2018. هاد لي سيكات اخوتي وفي كاع لي جينيراسيون اللوك ديالهم زوين ومودرن، خاصه في الانتيريور اللي كتجي في البريمير جينيراسيون بالفولون امبويو فيكس اللي عجيبه وغريبه وسوبر براتيك من الفوق، واللي تقدروا بها تكونتروليو الريغولاتور والليميتر دو فيتيس والفوليوم ولي تراك وزيد. وفي غالبهم كيكونوا كونفورتابل بسبب لي سسبونسيون سوفت اللي معروفه بهم لا مارك سيتروين، كما انهم كيكونوا ناقصين في الكونسوماسيون وايكونوميك من ناحيه ديال البنوماتيك، بحيث طرحه وحده ديال البنوات تقدر تضرب لكم حتى ل 80,000 كيلومتر. هاد لي سيكات اخوتي يا اما كيخرجوا بالموتور ديال ان 6 لتر اش دي اي نورمال، ولا بالبلو اش دي اي، ولا تاني بالدو لتر اش دي اي اللي تا هو فيه النورمال والبلو اش دي اي. من بين المشاكل اللي معروفه بهم هاد السيكات اخوتي وهما لي سياج اللي دغيا كيتفردقوا ويتكمشوا ويتقطعوا. داكشي علاش غتلقاو اغلب موالين هاد لي سيكات اللي كيتباعوا في المغرب مغلفينهم ببوشرويط باش يدرقوا العيب. كاين عاوتاني مشكل اخر اخوتي اللي كيهم الكوفر اللي كيتبلوكا، والسبب هنايا كيكون جاي بالاساس من الفيسو الكتريك اريير اللي معروف انه فراجيل وكيتقطع مع الوقت. وما نساوش الانفلتراسيون ديال الماء اللي ضعيفه، وفي الغالب غتلقاوه كيدخل الماء، وفي بعض الحالات البواني ديالو كتهرس. وما نساوش على ان الفويون ديال البريتونسيونير ايرباد اللي في غالب الاحيان غتبقى تطلع لكم في الطابلو وكتكون مسحوبه بالبيب اللي كيصدع وكيفرع الودنين. والمشكل هنايا كيكون جاي من لي بريتونسيونير ديال السانتور اللي دغيا كيطيحوا اون بان، لا هما لا لي زيرباك خاصه اللي في الفولون بسبب الديزاين ديالها اللي كومبلكس. زياده على هادشي اخوتي كاين الريغولاتور دو فيتاس اللي كيتفرح مره خاصه منين غتبغيو ديزاكتيفيو، بحيث غيبدا يبيبي وغيطلع لكم الفويون سيرفيس. والمشكل بالاساس كيجي من الكابتور دومبرياج اللي خصو يتبدل. وما نساوش على ان لي فيتر لا ديال الكونديكتور ولا ديال الباساجي ديما طايحين اون بان، لا هما لا الميكانيزم ديال الجاج ولا الريغلاج ديال لوتور ديال لي فار. اما البلان العجيب والغريب اخوتي هو الشونجمون ديال الفلتر ديال الريح، واللي خاصكم تحيدوا البلاستيك ديال الباربريز ولي زيسوي كلاس والدوريت ديال التوربو والريزرفوار ديال زيت الفران وشلا خيوطه ودوريتات. والفيراري 458 اخوتي اللي فيها 4 لتر 5 في 8 وما فيهاش هاد التماره. هادشي اللي قلنا اخوتي غير شويه من بزاف د المشاكل الالكترونيك والكوزميتيك اللي كيبانوا في هاد السيكات. رانا ندوزو نعم سيدي للطامه الكبرى واللي كاينه في الموتور، واخا ما موتور ما توزع. اول واشهر مشكل اللي يقدر يطيح عندكم اخوتي واللي كيخص الكاس توربو، والمشكل هنا في الغالب كيكون جاي من لي فويت ديال لي زانجيكتور بسبب الجوانات اللي فراجيل ودغيا كيتقطعوا، وبسبب هادشي دي غاز حرارتهم كتوصل حتى ل 600 دوغري كيبداو يخرجوا كيكونوا الوسخ اللي كيبوشي الكريبين ديال البومبا ديال الزيت، ومعها الفلتر ديال البيس بانجو ديال البريسيون ديال الزيت ديال التوربو. وهنا ما عليكم غير تقولوا باي باي يا توربو، ومعاه حتى لي زانجيكتور. السبب الثاني ديال هادشي اخوتي هو الصغر ديال الكارتير ديال الزيت اللي كتهز يلاه 3 لتر ونص، بحيث الزيت دغيا كيتونكرازا. والحل هنايا هو تبقاو تبدلوا الزيت في 8000 كيلومتر ماكسيموم. مشكل اخر اللي غطيحوا فيها اخوتي هو الفويت ديال لاكليم، واللي كونوا متاكدين ان الحريفيه ديال لاروب اللي عندنا ما غيلقاوش منين جاي. والحل هنايا هو تبدلوا الجوانات ديال الكمبريسور، وهادشي بلا ما نساو الفويون ديال السيستيم اونتي بوليسيون ديفايون والريسك دو كولماتاج اللي غتصاحبوا معاهم وغيوليو عشرانكم. هاد جوج لي ميساج كيطلعوا يا اما بسبب الكابتور بي ام اش ولا السوند لومدا ولا لو جي ار، وبطبيعه الحال فلتر ابارتيكول اللي يا اما خاصو تفورس عليه لا روجينيراسيون ولا يتبدل. يا اخوتي نحبسوا هنا قبل ما تقلق علينا هاد السكات وتبدا تضربنا بالحجر.